أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في قناة البساطة مع شيوات ووصفات هاجر. كنتمنى من الله هاد لا فيديو يلقاكم بأحسن الأحوال، ناشطين فرحانين وما دوك يا ربي. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم جيتكم بالجديد، واخا عطلت عليكم هاد لا فيديو هذا. جيتكم بهاد ميني باغيت بالشوفان والحبوب اللي كيجي رائع، وبالقمح كومبلي اللي كيجي رائع وزوين بزاف للفطور الوليدات، كيجي لذيذ. نخليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنا الشوفان، زريعه الكتان، الزنجل الابيض، الزنجلان الاحمر. عندي واحد 2 كيسان ديال الشوفان مطحونين، و2 كيسان ديال القمح كومبلي، وواحد 2 معالق ديال الخميره الفوريه. صافي ضفنا جميع المكونات مع بعضياتهم في اناء مع شويه ديال الملحه. وانايا هنا راه داك الدقيق ديال الشوفان كنت ضايفه ليه شويه ديال السكر. صافي غادي نخلطوا الكل جيدا وغادي نعجنوهم بالماء دافي. اللي بغى يستعمل الحليب يقدر يستعمله، ولكن القوام ديال العجينه بالماء كتجي احسن اكثر. صافي غادي نعجن الكل جيدا. ملي كنعجنو هكا غير بالماء كتجينا العجينه ديال هاد لي باكيت كتجينا مهويه من الداخل، اما الا عجنتوها بالحليب كتجي شويه ثقيله. صافي غادي نعجن هاد العجين ديالنا جيدا. من بعد غادي نضيف ليه واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، راه كيجي لذيذ بزاف بهاد الطريقه هذه. زيت الزيتون كيخليك تستغني على الزبده، على زيت الروميه، على كل شيء. صافي بهاد الطريقه كيجي رائع. غادي نخليه يخمر حتى يذوب لينا الحجم ديالو، نغطي عليه مزيان ونخليه يخمر. صافي من بعد ما اختمر لينا هنايا وذوب لينا الحجم ديالو، غادي نحاول نفرغ منه هذاك الهواء، نرشو شويه ديال الدقيق لان العجينه كتكون مطلوقه. والسر ديال هذا الباكيت هذا باش يجيكم لذيذ خاص العجين ديالو تكون مطلوقه ما تكونش قاصحه. صافي وغادي نبدا نجمع العجينه على هذا الشكل هذا. انايا كنجمع وانا كنرش الدقيق باش ما تلتصقش ليا في طاوله العمل. صافي ومن بعد غادي نبدا نقطع الكويرات. عندي هنايا الحبوب اللي هو الشوفان وزريعه الكتان والزنجلان ابيض والزنجلان احمر. خلط الكل في طبسيل راه كيجي رائع في هذا الخبز ديالنا. صافي غادي نبدا نقطع العجينه على كويرات اللي يكونوا متساويين. اللي عندها الميزان تقدر تستعمل الميزان باش يجيوكم كاع الكويرات حجم واحد. صافي غادي نبداو نجمعوا كويرات على هذا الشكل هذا، وحنا كنرشوا في الدقيق باش ما تعذبناش العجينه. نجمعوا كويرات ونوضعوهم جانبا حتى يترخفوا لينا شويه، وعاد نبداو نطلقوهم. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. صافي انا عندي هنايا من بعد ما وضعتهم كاملين هكا كويرات جانبا، غادي نجيب واحد اللاطه الفران اللي تكون مفرشه بورق الزبده، وغادي نبدا نطلق هكا بالوحيده ونرش بالدقيق، ونبدا نجمعهم على هذا الشكل هذا باش يجينا الباكيت ديالنا مهوي من الداخل. صافي من بعد ما غادي نجمعهم هكايا كيف ما كتشوفوا، هذا هو الشكل ديالهم. نوضعهم جنب ثاني ونجي لحبه واحده اخرى ثاني ونطلقها، وحنا كنرشوا في الدقيق باش ما يلتصقش لينا العجين ديالنا. نحاولوا نقرصوها هكا شويه من التحت باش ما تحلش لينا العجين. صافي وغادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع الكويرات اللي عندنا.
الطريقه راها ساهله ودغيا كيوجد لينا هذا الباكيط هذا دغيا كيختمر مع فيه الحبوب وفيه الشوفان وفيه الدقيق كومبلي. راه دغيا كيختمر لينا هاد الباكيط هذا وكيجي صراحه رائع في المذاق ديالو. انا كنديرو دائما الوليدات ديالي كيعجبهم في الفطور. صافي هنايا غادي نجيب واحد البانسو اللي غادي نبدا ندهن بشويه ديال الحليب، ندهنو غير هكايا الوجه بشكل بشويه ديال الحليب، ونجيبو هذاك الحبوب ديالنا ونقلبو فيه هذيك الباكيطه على هذا الشكل هذا باش يلتصق لينا هذاك الحبوب. الحليب تقدروا توضعوا فيه واحد نص معلقه ديال السكر باش يلتصق لينا هذاك الحبوب مزيان ويجينا الباكيط ديالنا محمر من الفوق. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، ندهن بشويه ديال الحليب ونفندو الباكيط ديالنا في هذاك الحبوب، راه كيجي رائع في المذاق ديالو. وهذا الباكيط هذا كيجي صحي اكثر. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. هنا من بعد ما ساليت صافي كاع الباكيط ديالنا وضعته في الطاوه على هذا الشكل هذا، غادي نجيب واحد المقص وغادي نبدا من بعد ما يبداو يخمروا لينا غير شويه، يبداو يخمروا نبدا ندير فيهم واحد الفليحه هكايا في الفوق. هذيك الفليحه اللي كنوضعوا غادي تحمروها بشويه ديال الزيت، انا هنا نسيت ما عمرتهاش بشويه ديال زيت الزيتون، وترش عليهم واحد الرشيشه ديال الدقيق. صافي ونخليهم حتى يخمروا لينا مزيان، من بعد نبداو نطيبوهم في الفران اللي تكون العافيه عليهم هيله من التحت، ومن اللي يطيبوا لينا ويتنفخوا عاد نشعلوا عليهم من الفوق. صافي هنا من بعد ما خمروا ليا راه بديت كنطيبهم. صراحه هذا الباكيط هذا جا رائع، شوفوا ملي كيطيب كيفاش كيتحمر كيجي لذيذ ويا سلام في المذاق ديالو، حتى الوليدات ديالكم كيحماقوا عليه. تقدروا تستعملوا فيه حتى المكسرات، انا راه مجرباه بالكركاع كيجي رائع، كتعجنوا مع العجينه واحد هكا واحد الحفينه ديال الكركاع راه كتجي رائعه لا من ناحيه المذاق كتجي يا سلام. صافي هذا هو الخبز ديالنا كان. هذه هي الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا الخبز هذا وتردوا عليا في لي كومونتير كيف جاكم، راه كيجي رائع وناجح من التجربه الاولى. كنتمنى من هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. السلام عليكم.